اتيكات الملوخية ملوخية. 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 ¡Ey, la mlojilla! ملوخية في بيتنا نقدر عادي نقطع عيش ونغمس مفيش مشكلة، لكن لو في عزومة رسمية ما ينفعش خالص نقطع عيش ونغمس، كده غلط. طيب هنعمل ايه؟ هنستخدم المعلقة. هنحرك المعلقة من الداخل للخارج بالمنظر ده وناخد شوية ملوخية ونستنى لما تخلص عشان ما تسيلش علينا، وبعدين نشرب من جنب المعلقة. ما ينفعش خالص نطلع صوت واحنا بنشرب، كده غلط. ونقدر بعد كده نقطع لقمة عيش وناكلها، كده صح. لكن ما ينفعش ان احنا نسحب الملوخية من بره لجوه، كده غلط. ولا نشرب من بوز المعلقة، غلط. وبرضو ما ينفعش نشرب وبعدين ناخد الرغيف وناخد منه قطمة، كده غلط. ولا ينفع ان احنا نفتفت العيش جوه الملوخية، برضو غلط. طب هنعمل ايه لو عايزين ناكل رز مع الملوخية؟ تعالوا نشوف. هنحط الرز الاول وفوقيه الملوخية ومش العكس. المعلقة لو احنا في بيتنا بناكلها عادي بالمعلقة، او لو متعودين على الشوكة والسكينة عادي. لكن لو معانا ناس غريبة ما ينفعش خالص ناكل بيها الرز والملوخية، كده غلط. المعلقة احنا كده مش عايزينها. طيب هنعمل ايه بقى عشان ناكل رز والملوخية؟ في 3 طرق. اول طريقة هنستخدم الشوكة والسكينة بالمنظر ده، نمسكهم زي القلم ونخلط الرز بالملوخية بالسكينة ونحطها على الشوكة وناكل، او نبدل وناكل باليمين. دي اول طريقة. في طريقة تانية ان احنا نستخدم الشوكة بس وناخد شوية رز وملوخية قليلين على الشوكة وناكل. الطريقة التالتة هتبقى على ظهر الشوكة، هنزق شوية رز وملوخية على ظهر الشوكة وناكل. ما خلصناش الاكل هنحط الشوكة والسكينة بشكل متقاطع، وهو ده اتيكات الملوخية.